المساغ يكون بالشكل المقبول والمرضي. يعني بتحتاج فيما تحتاج اولا للمعلومه، انا افتكر انه هو بيعتمد بشكل رئيسي على المعلومه الوثيقه. نعم. يعني انها توفرت الوثيقه، وطبعا ما اي وثيقه بتصلح لانها هي تكون فيلم. يعني ميلر سونغ بيقول انه اذا قرات نص ولم تتراءى اليك شخوص واماكن فان هذا النص غير جدير بالاخراج. فانت عندما تقرا غصوصه او تقرا حكايه وما وراء الحكايه بالضروره وتتراءى إليك أن هذه الأشياء يمكن أن تخلص إلى موضوع يشوق وموضوع يمكن أن يقدم للمشاهد ما يفيده، هنا تكمن أهمية الفيلم، وهنا يبدأ المخرج في الاشتغال على هذا الفيلم. نعم. طيب من أين أتت فكرة الأفلام الوثائقية؟ زي ما أسلفت من الوثيقة، الأفلام الوثائقية، السينما نفسها بدت وثائقية. يعني الأخوان مولير هم ما عملوا حاجة غير أنهم فتحوا كاميرا على بوابة المصنع وبدوا العمال في الخروج عبر البوابة إلى القطار. وأول عرض للسينما لما ابتدوا يعرضوه على الجمهور، الناس كادوا أن يهرولوا لأنه خافوا أن يدعسهم القطار، وكانت الفكرة في الأساس هي توثيق لحياة الناس. لذلك السينما بدأت في الأساس بدأت وثائقية، ثم من بعد ذلك أتى الفيلم الروائي. وأنا أعتقد المسرح ونقل المسرح إلى عوالم السينما هو الأثر في دخول الرواية إلى عوالم السينما. ونحن بنعرف أنه هذه الفنون متجاورة، الأدب يجاور الشعر، يجاور القصة والرواية، إلى يجاور التشكيل، وكل هذه الفنون. لذلك سميت السينما بالفن السابع، لأن يعني كان الكورال السداسي بيتكون من الست فنون المعروفة اللي هي العمارة والموسيقى والشعر والست فنون المعروفة لدى الإغريق. فلما جاءت السينما كانت هي شاملة لكل هذه الفنون، بالتالي سميت بالكورال، سميت بالفن السابع لأنها تحوي في داخلها كل أشكال الفنون البصرية والسمعية والمكتوبة. نعم. طيب هل هناك إمكانيات متوفرة لنجاح الدراما السودانية؟ نعم، المجتمع السوداني مجتمع